نشرة منتصف الليل تأتيكم من تلفزيون الشروق الإخبارية. أهلا بكم. بداية، وفي إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 من أوت 2025 والرامية إلى الاستيراد الفوري ل10,000 حافلة جديدة لنقل المسافرين تعويضا لتلك القديمة، ترأس الوزير الأول بالنيابة سيف غريب أمس الثلاثاء اجتماعا بقصر الحكومة خصص لتحديد الإجراءات والشروط النهائية للانطلاق الفعلي في تجسيد هذه العملية من ناحية الاستيراد والتصنيع والتسويق والتمويل. وقد عقد الاجتماع بمشاركة قطاعات الدفاع الوطني، الصناعة، النقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. تواصل مصالح العدالة جهودها في مكافحة التجارة غير المشروعة للعجلات المطاطية، حيث تم ضبط 829 عجلة مطاطية وإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في ولاية أم البواقي وتيارت، حيث أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي عن ضبط 304 عجلات مطاطية موجهة للتداول خارج الأطر القانونية. وجرى تقديم المشتبه فيها البالغ من العمر 49 سنة أمام وكيل الجمهورية ليحال على المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري، مع تأجيل القضية إلى 9 من سبتمبر الجاري وإيداعه رهن الحبس المؤقت. وفي السياق ذاته كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة تيارت عن حجز 525 عجلة مطاطية في قضية أخرى تتعلق بالتجارة غير المشروعة، وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى التاريخ نفسه مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت. هذا ويذكر أن الشخص نفسه كان محل متابعة قضائية سابقة بعد ضبط 480 عجلة مطاطية حكم عليه فيها بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات. كشفت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات عن سلسلة من الإجراءات العملياتية لمكافحة إرهاب الطرقات، شملت معالجة النقاط السوداء وكذا تحيين منظومة التكوين. كريمة قاسي تفصل في الموضوع. مخطط وطني للقضاء على النقاط السوداء، تشخيص دقيق للطرقات والأماكن الخطيرة، هي بعض الحلول العملياتية التي تدخل ضمن توجه مندوبية الأمن عبر الطرق للتقليل من حوادث المرور. المخطط الوطني للقضاء أو معالجة أو إزالة النقاط السوداء تعكف عليه كل الفاعلين، كل المعنيين، سواء كانوا الجماعات المحلية أو القطاعات المعنية أو مصالح الأمن التي تعاين هذه النقاط السوداء من خلال التحقيقات المتعلقة بحوادث المرور التي تقع. ولأن أكثر من 90% من حوادث المرور سببها العامل البشري، يبقى تحسين مسار التكوين للممتحنين على مستوى مدارس تعليم السياقة الهدف الأبرز لضمان السلامة المرورية. من خلال هذا البرنامج تم إدراج محاور جديدة في التكوين، خاصة ما تعلق بميكانيك السيارة، بالسياقة الاقتصادية، بالسلوكيات السليمة التي يجب أن يتبناها السائق أثناء السياقة أو ما يعرف بالسياقة الدفاعية، الإسعافات الأولية، والعديد من المحاور الجديدة التي كان يفتقر لها برنامج التكوين السابق. وفي انتظار تجسيد العمل بالنظام المعلوماتي المرقمن للامتحانات الخاصة بنيل رخصة السياقة، تبقى الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور السبيل لتفادي مآسي الطرقات التي تحصد أرواح الجزائريين يوميا. على صعيد اقتصادي، كشف وزير الصناعة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة ممارسات بعض وكلاء السيارات غير القانونية، والتي شملت إنذارات المخالفين وإلزاميتهم بالتعويض، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة العرائض والشكاوى. المزيد في تقرير سارة بوناب. إعذار وكلاء السيارات المخالفين لدفتر الشروط في شقه المتعلق بالإجراءات والشروط الخاصة بالطلبيات، وإلزامهم بإرجاع المبالغ المحصلة مع تعويض بنسبة 10% من المبلغ المسدد،
هو ما أكده وزير الصناعة في رده على سؤال يتعلق بعدم تلبية طلبات المواطنين الخاصة باقتناء سيارة جديدة من علامات مختلفة رغم دفعهم تسبيقات أو مبالغ كلية. يعني المواطن يروح يدفع دراهمه وتفوت لأنه في دفتر الشروط يقول لك 45 يوم تدي السيارة تاعك، كاين اللي راه عام ونص وما دى السيارة. في رد الوزير عن السؤال تم توجيه إعذارات للوكالات، يعني إعذارات من طرف الوزارة المعنية للمخالفين لإلزامهم بإرجاع مبالغ المحصلة إضافة إلى تعويض الزبائن 10% من المبلغ المدفوع. ولأن تحصيل تسبيقات عن مركبات غير متوفرة ممارسة غير قانونية، خصصت الوزارة منصة إلكترونية لمتابعة العرائض الواردة بهذا الشأن، داعية المواطنين إلى الاطلاع على حقوقهم لتفادي الإشكاليات المرتبطة بمثل هذه الممارسات. وفي سبيل التصدي لبعض التجاوزات المسجلة التي يقوم بها بعض الوكلاء، لا سيما ما يتعلق بتحصيل مبالغ مسبقة عن مركبات غير متوفرة، تم وضع منصة رقمية إلكترونية مخصصة لاستقبال العرائض ذات الصلة. وزير الصناعة وفي معرض إجابته أكد على الأهمية التي توليها دائرته الوزارية لحماية حقوق المستهلكين ومتابعة التزام الوكلاء. في موضوع آخر، قام الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب أمسية الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى قصر المعارض بالصنوبر البحري للوقوف على سير آخر التحضيرات الخاصة بالطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المزمع افتتاحه يوم الخميس المقبل. وخلال هذه الزيارة تفقد غريب الفضاءات والأجنحة المخصصة للعروض والمحاضرات، وتابع شروحات من القائمين على الأشغال حول نسب التقدم. كما وجه الوزير الأول بالنيابة تعليمات ببذل كل الجهود لاستكمال الأعمال في الآجال المحددة، مع إيلاء عناية خاصة للتفاصيل الجمالية بما يبرز صورة مشرفة عن الجزائر. هذا ويشهد قصر المعارض أشغالا مكثفة على مدار الساعة لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التظاهرة التي ستجمع أزيد من 2000 شركة إفريقية ودولية، من بينها نحو 200 مؤسسة جزائرية حسب المنظمين. أعلنت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها عن منع سير كافة المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى العاصمة لمدة يومين ابتداء من يوم أمسية الثلاثاء على الساعة 23:59 إلى غاية 4 من شهر سبتمبر في نفس التوقيت. وجاء هذا القرار ضمن إجراءات تنظيمية لضمان سير حركة المرور خلال فترة انعقاد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. واستثنت الولاية من هذا الإجراء شاحنات التموين بالمحروقات والمواد الغذائية وآلية الأشغال العمومية، إلى جانب شاحنات تزويد المستشفيات بالأكسجين ومصالح السيال وسون الغاز وكذقات والمواد الغذائية وآلية الأشغال العمومية، إلى جانب شاحنات تزويد المستشفيات بالأكسجين ومصالح السيال وسون الغاز وكذا اتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال. كما أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن الغلق المؤقت للفضاء الترفيهي غابة بوشاوي الكائنة بالمقاطعة الإدارية للشراقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 سبتمبر على الساعة 11 ليلا و59 إلى غاية 5 من شهر نفسه على الساعة 6 صباحا. ولاية الجزائر تقدمت بالاعتذار للمواطنين عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإجراء المؤقت. ومع اقتراب العد التنازلي لافتتاح أكبر معرض للتجارة البينية الإفريقية، تستعد العاصمة لاستقبال التظاهرات الاقتصادية الهامة في صالون الصنوبر البحري وسط تنظيمات مكثفة لضمان نجاح هذا الموعد القاري. تقول أمينة بارا. تتسارع والخطى هنا لوضع اللمسات الأخيرة قبل استقبال آلاف الزوار وأكثر من 1000 عارض من القارة وخارجها. شاشات عرض جاهزة والفرق التقنية تعمل على قدم وساق، وكل التفاصيل تحاكي دقات الساعات الأخيرة. اللمسات الأخيرة تاع السيناليتيك هذه
وبقات لنا روتوشات اخيره رانا نكملوا فيها، بقات لنا شويه ثاني خدمات منا ومنا ثاني نفس الشيء رانا نكملوا كاع اللمسات الاخيره تاع كل ما يتعلق بالجناح هذا، ما يتعلق بالاشهار تاعو. في الحقيقه احنا رانا على قدم وساق في اللمسات الاخيره هذه، ورانا نوجدوا والوتيره راهي متسارعه والضغط زاد علينا شويه، ان شاء الله نكونوا يعني في الموعد هكذا باش نشرفوا الجزائر. يبرز البعد الإفريقي قبل ساعات من الافتتاح لاستقبال الوفود والشركات من مختلف الدول الإفريقية في نسخة تراهن على صفقات واستثمارات كبرى. نحن هنا في الجزائر في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية. بالنسبة لنا هو شرف كبير، ونحن سعداء لنثبت إمكانياتنا أمام البلدان الإفريقية. واليوم ندعو من الجزائر أصدقائنا بإفريقيا لمساندتنا ومساعدتنا. معرض التجارة البينية الإفريقية الذي سيقام من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري يعد فرصة للجزائر بغية تعزيز مكانتها الاقتصادية داخليا وإفريقيا، وتأكيد دورها كمركز إقليمي للتنمية والتجارة بحجم التنسيق والتحضيرات. ويبقى الهدف واحد، هو رسم خريطة جديدة للتكامل والإبداع في القارة الإفريقية. كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي عن ارتفاع عدد التجهيزات العمومية المسلمة هذه السنة إلى 322 مؤسسة تربوية. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى ولاية بسكرة أمس الثلاثاء أن عدد التجهيزات العمومية المسلمة هذه السنة بلغ 322 مؤسسة تربوية بغلاف مالي يقدر ب94 مليار دينار جزائري، مضيفا أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات والمصادقة عليها، والخاصة بالبرنامج المسجل في قانون المالية لسنة 2025 والمتضمن 224 منشأة تربوية. التغطية لحكيم عماري. قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بالنسبة للدخول المدرسي لسنة 25-26 وتكفلت بإنجاز وتسليم 322 تجهيز تربوي على المستوى الوطني، وصدت له مبلغ 94 مليار دينار جزائري. هذا المبلغ اللي كان كافي باش نقوم بتسليم كل هذه التجهيزات على المستوى الوطني 322. كل التجهيزات العمومية التي سجلت في سنة 25 تم الانطلاق فيها، الانتهاء من الدراسات، وإحنا الآن في قيد الإنجاز، نوفر السكنات ونقوم بتوفير التجهيزات المدرسية. من هذا المنبر نشكر كل مدراء التجهيزات العمومية اللي ضاعفوا المجهودات، كانوا حريصين على تسريع وتيرة الإنجاز. أمنيا تمكنت شرطة سيدي محمد ممثلة في الشرطة القضائية من تفكيك شبكات إجرامية متعددة ضمت 18 مشتبها فيه، وذلك في إطار المواصلة للمجهودات المبذولة من قبل المصالح العملية التابعة لأمن ولاية الجزائر لمكافحة الجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. العملية نفذت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا وبعد تكثيف التحريات المعمقة استنادا إلى معلومات مستقاة، حيث تمت إطاحة عناصر تلك الشبكات وفق مخطط أمني محكم. وقد أسفرت العملية عن ضبط وحجز 7006 كبسولات من المؤثرات العقلية و2884 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، إضافة إلى مركبتين ومبلغ مالي قدره 145,800 دينار جزائري كعائدات من ترويج هذه السموم. المشتبه فيهم جرى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد وفقا لملف جزائي كامل الإجراءات. أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنصة الوطنية الأولى المتخصصة في التكفل الشامل بالمرأة ضحية العنف تحت اسم حماية عبر الموقع الإلكتروني. وتتيح هذه المنصة للمرأة إمكانية التبليغ عن أي حالة عنف وطلب الاستشارة أو الدعم القانوني والنفسي،
مع التقرب من المصالح المختصة بحمايتها في إطار استكمال برامج العناية الأسرية التي وضعتها الدولة لتعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها. كما تهدف منصة حماياتي إلى دعم المجهودات الوطنية لحماية المرأة الجزائرية ومرافقتها من خلال خدمات متكاملة تشمل مؤسسات التضامن الوطني والعدالة والصحة، وتوفير فضاء رقمي يضمن تغطية واسعة لكافة النساء عبر مختلف المناطق والظروف. هذا وتعتبر المنصة أيضا فضاء للتوعية والتضامن الاجتماعي بما يمكن المرأة من ممارسة حياتها وأدوارها الاجتماعية بكل أمان في سبيل أسرة مستقرة ومجتمع آمن ومزدهر. في موضوع آخر، استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس الثلاثاء نائب رئيس شركة هاليبتون العالمية لمنطقة شمال إفريقيا الشركة بالجزائر. وقد بحث الطرفان علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سوناتراك وذات الشركة في قطاع المحروقات وكذا آفاق تطويرها مستقبلا، إضافة إلى التكوين والحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة. وأكد الوزير عرقاب على أهمية توطيد التعاون مع الدعوة إلى تطوير الحقول ورفع الإنتاج وكذا ترقية المحتوى المحلي وتكوين الكفاءات الوطنية. من جانبه أكد أحمد حلمي التزام هاليبترون بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر، مشيدا بالإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، ومجددا وعود الشركة بتقديم أحدث الحلول ودعم التكوين والشراكات المثمرة. في إطار التضامن الدولي مع غزة، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود من ميناء برشلونة الإسباني، تلتها قافلة أخرى من ميناء الإيطالي، في وقت يحذر فيه خبراء الغذاء من مستويات كارثية من الجوع لنصف مليون شخص. يقول عبد اللطيف صالحي: Intorno a metà settembre queste barche arriveranno vicine alla costa di Gaza e arriveranno nella zona critica. Se noi soltanto per 20 minuti perdiamo il contatto con le nostre barche, con i nostri compagni e i nostri compagni, noi blocchiamo tutta l'Europa. كان هذا خطاب ناري لأحد قادة عمال الموانئ في جنوة بإيطاليا خلال مسيرة ضخمة لتوديع سفن أسطول الصمود العالمي، حيث شدد على أنه إذا فقد الاتصال بالقوارب